السلام ومرحبا بكم في القناه ديالي شيوات سوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه اللي غادي تكون معتمده عندكم في رمضان، اللي هي بريوات كيجيو مقرمشين ولذاذ بجوج الاشكال، ولكن بحشوه وحده صراحه كيجيو فنين مع الطريقه ديال الاحتفاظ ديالهم في المجمد. نخليكم دابا ان شاء الله مع الفيديو. بالنسبه للمقادير كنحتاج كيلو ديال الكفته، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الكفته كيعجبكم. 5 المعالق كبار ديال لاصوص الصوجا. عندي هنايا 2 بصلات خضاريات مقطعه مربعات صغار، 2 فلفلات خضرين حتى هما مقطعين مربعات صغار، مع 2 خيزوات محكوكين. عندي نص معلقه صغيره ديال الهريسه. في العطريه كنحتاج معلقه صغيره ديال التحميره، مع نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، راس معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الملح. كنحتاج كذلك 2 فصوص ديال الثومه، نص كاس ديال الزيت نباتيه، 4 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا نص ديال المكور اللي كنكون غسلته مزيان من قبل وقطعته رقيق. خديت المقله شعلت عليها تسخن مزيان، زدت الزيت على الخضره اللي فيها. من بعد غادي نزيد عليهم حتى لي شو اولا المكور. غادي نخلط هاد الخضره كامله بعضياتهم حتى كينسجموا نيه. وبالنسبه لهاد الحشوه هذه تقدروا تزيدوا اي نوع ديال الخضره كيعجبكم. صافي من بعد غادي نزيد الثومه اللي كنكون قطعتها حتى هي رقيقه، غادي نخلطها حتى هي مع الخضره اللي درت من قبل، وغادي نخلي هاد المكونات كيتشحروا على عافيه تكون عاديه. صافي هنا غير كيتشحروا غادي نزيد عليهم المكونات اللي ذكرت معكم من قبل، وغادي نخليهم حتى هما كيتشحروا على عافيه عاديه. وكنخلط العطريه مع المكونات باش كيجيو بنان ولذاذ. غادي نزيد دابا 3 المعالق كبار ديال لاصوص الصوجا. وهنايا بالنسبه للحشوه كنذوقوا، الا كانت خاص مازال الملح تقدروا تزيدوا لاصوص الصوجا. لما كنتوش كتفضلوا انكم لاصوص الصوجا تكون كثيره في الحشوه تقدروا ديروا في بلاصه الملح. صافي وغادي نشحرها حتى هي مع المكونات. من بعد غادي نزيد الكفته. هنا كيف ما قلت لكم انا استعملت كفته ديال الغنمي، تقدروا تستعملوا كفته ديال البقري اولا صدر ديال الدجاج مقطع مربعات رقاق، حتى هو كيجي زوين في هذه الحشوه هذه. صافي من بعد ما غادي نزيد الكفته، غادي نخلطها حتى هي مع الخضره اللي عندي في المقله. غير كتشحر غادي نزيد من بعد قزبر ومعدنوس، كنخليه هو الاخر هكا باش المذاق ديالو كيبقى باين. وغادي نشحرو حتى هو واحد شويه. الحشوه بعد ما تنسجمات مع بعضياتها غادي نزيد الهريسه اللي كتبقى اختياريه. غادي نشحرها حتى هي مع المكونات. وحتى الا جربتوا هاد الطريقه هذه ما تنساوش قولوا لي كيفاش جاتكم في لي كومونتير. غادي نزيد دابا 5 الفرماجات اللي كيكونوا مثلثين، اللي حتى هما كيعطيو واحد التعليكه زوينه لهاد الحشوه هذه. غادي نخلط الفرماج حتى هو بين ما كيذوب ليا في الحشوه. الحشوه من بعد ما وجدات طفيت عليها، ودابا غادي نزيد عليها نص حامضه مصيره اللي كنكون حيت منها داك العصف اللي تيكون فيها وقطعتها مربعات رقاق. غادي نخلطو حتى هو مع الحشوه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الحشوه من بعد ما خليتها حتى كتبرد تماما، غادي نزيد عليها زلافه ديال الزيتون الخضر مقطع دوائر. من بعد غادي نزيد 2 ديال لي مورسو ديال الشعريه الصينيه اولا الشعريه اللي كتكون ديال الروز، اللي كنكون سلقتها في المطيب وقطعتها مزيان بالمقص. صافي وغادي نخلط هاد المكونات حتى هما حتى كينسجموا ليا مع العناصر اللي شحرت من قبل. ودابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال لاصوص الصوجا. غادي نخلطهم عاوتاني هاد المكونات حتى كينسجموا مزيان وبعضياتهم، وكاع المقادير كيجيو مندين بلاصوص الصوجا. صافي من بعد كناخذ الورقه اللي كتكون من الحجم الكبير، اللي كتكون الورقه ديال البخار. تقدروا تستعملوا حتى الورقه العاديه حتى هي كتجي مزيانه. غادي نقسمها دابا على 2 هكا، كنقسمها غير بالمقص ولا تقسموها بالموس. من بعد غادي نحيد نص، غادي نخشيه في الميكا هكا باش ما تكرمش ليا الورقه. وخديت نص غادي نقسمو حتى هو عاوتاني على 2.
غادي نحيد واحد، غادي نديرو عاوتاني حتى هو في الميكا اولا الساشي. من بعد غادي ناخذ عاوتاني ورقه ديال البسطيله، كنحط الورقه ديالي فوق سطح العمل، كنحط واحده حدا وحده باش نجمعهم بجوجهم في دقه. كناخذ القليل ديال الزيت النباتيه، كندير غير كميه قليله هكا باش كتجي البريوات مقرمشين من الداخل ومن برا. تناخذ عاوتاني تقريبا 2 معالق كبار ديال الحشوه تنعمر بهم البريوات، وكنجيب هاد الطرف هذا تنحطه في الوسط، وكنجيب الاخر كنحطه فوق منه. وفاش كنبغي نجمع البريوات كنزيرهم مزيان باش ما يتحلوش ليا في الطياب. وكناخذ البريوات كنحطهم على هاد الجهه هذه في اللاطه اللي كتدخل الفران، واللي كنكون دهنتها بزيت نباتيه من قبل. صافي من بعد غادي ناخذ عاوتاني ورقه اخرى كندهنها حتى هي بزيت نباتيه، وغادي نحط فيها الحشوه. وبالنسبه للبريوات من الداخل تقدروا تزيدوا حتى الفرomاج روج اولا جبن احمر حتى هو كيجي زوين. صافي كنجمع البريوه بنفس الطريقه وكنحطها في اللاطه. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال البريوات المثلثين. تناخذ نص ديال الورقه حتى هي كندهنها بزيت نباتيه، غادي نحط فيها تقريبا حتى هي 2 معالق كبار عامرين ديال الحشوه. صافي تنحطها في هذا القنت هذا. من بعد غادي نجيب نص ديال البريوه غادي نحطو فوق من الحشوه وكنقادها من القدام، وغادي نبدا نجمع فيها بهذه الطريقه هذه. وكل ما وانا كندور كل ما كنزير في البريوات. صافي غير تنوصل لهاد البلاصه هذه باش ما تجينيش الورقه كثيره، غادي نقسم. وبالنسبه لهاد البقايا هادو ديال الورقه ما غاديش نلوحهم، غادي نديرهم في ساشي وغادي نديرهم في الفريغو حتى نوجد بهم وصفه اخرى اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله في القناه. وكيف ما كتشوفوا معايا كنجمع البريوه بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، تاخذوا سوبيره وديروا فيها البريوات، وما بين كل صف ديال البريوات ديروا يا اما بلاستيك غذائي اولا بابي كويسون، وكتخشوها في الفريغو تقدروا تجبدوها هكا لرمضان. كيف ما كتشوفوا معايا دهنتهم بالقليل ديال الزيت النباتيه، وغادي نثقبهم دابا بالعود ديال الاسنان اولا الكوردون. وبنفس الطريقه غادي ندير حتى البريوات المثلثين. صافي ملي غادي نسالي غادي ندخلهم يطيبوا في الفران اللي كنكون شعلت عليه سخون من قبل على درجه حراره 180، وكنشعل عليهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. وبالنسبه لمده ديال الطياب ما بين 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. صافي كنخرجهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو محمرين وزوينين. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى عجباتكم وجربتوها ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تقولوا لي شنو تبغيوني نشارك معكم في الفيديو الجايين، وشنو هما الوصفات اللي تبغيو تشوفوا الطريقه ديالي في التحضير ديالهم، وحتى الوصفات ديال رمضان ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير. نخليكم دابا ان شاء الله مع النهايه ديال الفيديو وبالصحه والراحه.